كتشدي اختي دوك الفلوس وتمي غدا كتجري دائما الاول ديال الشهر والدخول المدرسي كتبداي بدايه جديده. الدخول المدرسي 2026 حسبي راسك اختي غتبداي بدايه جديده ان شاء الله يا ربي. واش فهمتينا الكبيده؟ نساي اختي داكشي اللي داز وحيدي لي من داك العشوائيه اللي كتمشي فيها. داك العشوائيه اختي اللي كتمشي لي بها حيدي منها، ما نفعك باش اختي داك العشوائيه. شنو غديري لك الكبيده ديالي؟ غتشدي لي المصروف، ما تشدي اختي المصروف ديالك. المصروف ديالنا كيف ما قلت لك اختي، سواء كنتي خدامه انت والزوج ديالك ولا خدامه ما خداماش اختي انت ربات بيت وجالسه في الدار، كتشدي اختي غير المصروف ديالك ديال المطبخ. راه كيكون الزوج ديالك مكلف كما قلت لك اختي، وكيحيد الادخار ديالو هو الاول، وكيحيد اختي شحال من حاجه هي الاولى، عاد كيعطيك كيحيد اختي داك الاولويات والضروريات، وعاد كيعطيك اختي المصروف ديال المطبخ بوحديتو. اما اختي الا كنتي انتي داك مول الدار كيهز غير باش المهم اختي داك ليسانس ديال الطوموبيل ديالو اولا ديال الموتور ديالو اولا شنو عنده اختي، وكيعطيك كلشي وكيكلفك بكلشي اختي، وانتي قاده ولا لا ومولاتي كما كنقول لكم اختي، وكتحيدي الادخار ديالكم ديالكم انت ويا اختي السنوي، وتحيدي اختي كل حاجه بوحديتها. انا كنقول لك اختي باش تنظمي امورك ما كندير انا، كتبي على كل حاجه شنو هي وحطي لها الفلوس ديالها اختي غير في الدفتر ديالك. المهم اختي الحبيبه هذه هي طريقتي انا باش كنقسم. راه المشكله البنات ماشي في التقسيم، المشكله اختي في النظام والالتزام. لازم ما تلتزمي يا اختي بداك النظام اللي انتي ماشي عليه، وتقسمي وتلتزمي بداك التقسيم اللي قسمتي. يعني هزيت مثلا اختي هاد التقسيم ديالي انا، هذه هي طريقتي البنات. شوفي اختي الحبيبه ما تحتاجيش عاد تمشي تشري داك المنظم ديال الميزانيه، ولا شوفي اختي داك الكلاستور اختي ديال ولدك ملي يسالي به المدرسه، هزيها اختي الحبيبه حنا كنوفروا. تاخدي اختي افكار ونصائح باش تقادي امورك الكبيده ديالك. المهم اختي غادي تقسمي ديال داك البركه ديالك. الا كان مول الدار اللي كيحيد الادخار ديالو راه غادي يحيد اختي الادخار ديالو، وغادي يحيد اختي مثلا الماء غادي يحيد اختي الويفي اللي ولا هو من الضروريات، غادي يحيد اختي شحال من حاجه كما قلت لك الماء الويفي، هذاك اللي عنده الطوموبيل ولا عنده موتور ولا اللي عنده اختي هذاك الشيء ضروري ليسانس ديالو داك الشيء كيحيدو، وكيعطيك اختي مثلا بحال اختي المصروف ديال المطبخ. فانتي ما تشديليش اختي داك المصروف ديال المطبخ وتهزي لي راسك اختي مثلا ما قسمتي، ما شفتي شنو خصك، ما شفتي اختي داك الشيء اللي انت كتاخدي جدول. ديري جدول اختي، جدول ديال الاكل شنو غديري اختي. كنديرو كنكونوا عارفين اختي شنو غنديرو. مثلا اختي هذا الشهر هذا انا عارفه شنو غادي. فمثلا البنات هاد الشهر الاولاني غادي الاول ديال الدخول المدرسي اختي شهر 9 راه كيكون مختلف البنات، والتقضيه ديالو كتكون مختلفه وكلشي مختلف. داكشي اختي الا جيتك بهذا الفيديو هذا غتحاولي تركزي لي اختي على داكشي. علاش غنركزوا على اختي اللانش بوكس؟ هو اللي اختي كيمحنا وكياخذ لينا شويه ديال الفلوس بزايد من الميزانيه اختي ديالنا. يعني اختي غادي تركزي لي عليهم من الاول ديال الشهر، ماشي تشدي اختي المصروف ديالك وتمشي تشري الحاجه اللي ضروريه واللي ماشي ضروريه واللي ما. المهم اختي غتركزي لي على شنو غتحطي لوليداتك مثلا في اللحوم والاسماك، وهذاك غتاخدي شويه من الحاجه. مثلا اختي غنحتاج انا شويه ديال اللادان، شويه ديال الكفته، شويه باش نوجد وليداتي لونش بوكس من شويه من هنا شويه من هنا. وتركزي لي اختي على الاساسيات والضروريات. ما نعاودوش ما نبقاوش اختي حيدوا لي من داك الشراء. البنات كاينه اللي كتخرج اختي مثلا تشري الولد هرايبي ولا داك المادلين ولا اختي. لا اختي الحبيبه، عوضوا وليداتكم ياكلوا الاكل الصحي في الدار ديال الدار. مثلا اختي ديري خبيزات ديال الزرع، ديري البرجر اختي وديري لهم بالخبز ديال الزرع. الخبز ديال البرجر ديريه بخبيز ديال بالدقيق ديال القمح البنات. واخا يكون اختي راه هما كيبغيو داك الخبيز رطب وهذا، ولكن اختي راه الصحي هو ديال الزرع اختي، هو اللي كيبقى صحي. حاولوا ما امكن تعودوا وليداتكم على بحال هكا. يعني ما يرفضش انه ياخذوا صافي يولف انه ياخذ داكشي. بيضات البيضه البنات الا باستطاعتك اختي تاخذي البيض البلدي، خذي البيض البلدي راه صحي للوليدات ومزيان للذكاء ديال الوليدات ومزيان شحال من حاجه. ما في استطاعتكش اختي راه حتى البيض الرومي راه زوين. وركزي لي على الحاجه اللي غادي تفيدي بها وليداتك، والحاجه اللي غادي مزيانه لك لوليداتك، والحاجه اللي غتحتاجيها ضروري. واش فهمتوا البنات؟
فالبنات راه كاينه اللي مشات تتقدى. والله العظيم البنات انا على ما شفت البنات هكا في المواقع، راني تفرجت هكا وشفت كاينه اللي مشات تقدى البنات. مولفه كتقدى داك 600 درهم في الهري، كتقدى داك 800 درهم، لقات راسها وصلت 1000 درهم. البنات ركزوا لي مزيان على شنو باغيين، وديري اللائحه وديري الجدول ديالك اختي ديال الاكل، وسيري على نظام اختي، على نظام. اللونش بوكس حاولي اختي توجديه لهم في الدار يكون صحي، وركزي اختي. فهذا هو دابا اللي كاين دابا، هو اللي محن اختي، محن الكل، هو داك اللونش بوكس. واخا انا وليداتي البنات راهم وليداتي كبروا، عندي اميره، ولكن اميره تقدر انا مولفه وليداتي البنات، انا مولفه وليداتي يعني على الاكل الصحي والاكل ديال الدار، يعني ما كيغريهمش داك الاكل. باش قلت لكم حتى انكم تشريو ليهم اختي هكا صنيديقات اختي، وديروا التحديات حتى الفلوس يبقاو يجمعوهم اختي، ولو ان شي حد في العائله عطاهم الفلوس ولا عطيتيهم انت ما يمشيوش يشريوهم، يعني كيكونوا متعودين على الاكل ديال الدار، متعودين على شي حاجه ديال الدار، يعني ما كتهمهمش داكشي ديال الزنقات. ثانوي مره ماشي مشكل اختي، واش فهمتيني اختي؟ كاين اللي غير تخرج من مثلا من المدرسه دوز تشري لوليداتها، عاوتاني تكون داياهم دوز تشري لهم. اختي الحبيبه راه واخا تكون ميزانيتك ما نعرف شنو، راه ما غاديش تبقى لك الميزانيه هكا، غادي تحاولي على ميزانيتك، غتوجدي في الدار اختي، غتوجدي في الدار واحد الكيكه البنات راه زوينه وفنه وصحيه 100%، كتندار بالزرع. دابا نشاركها معكم اختي، وراه ديجا شاركتها معكم، راه كاينه عندي في القناه كيكه اختي بالدقيق ديال الزرع والزبيب وشويه د المكسرات، وراها كتجي زوينه اختي، صحيه، كتبقى كتجي فنه البنات. وغادي نشارك معكم الغديوه ديالي هنايا، درت اختي طويجين بدون، وهنايا اختي غادي نشارك معكم واحد المهم اختي بحال فقاص اختي بالكاكاو، راه كيجي حسن اختي من كيكه، وكيجي اقتصادي، وكيعطي كميه اللي كثيره بزاف اختي. بحال هكا كاملين اختي كنبغيو واحد كويس ديال القهوه هكا بالعشيه، اولا كويس ديال اتاي اختي، وندير واحد 2 حبات اختي ديال الفقاص، ولا فقاص اختي ما كيعاودش الطياب، كيجي زوين، كيجي حسن من كيكه، وكيعطي كميه كثيره، اقتصادي بزاف البنات. كيعطيك واحد الكميه اللي هائله بالنسبه اختي اللي عندها الوليدات وعندها اختي، راه كيعطي كميه هائله احسن من انك ديري واحد كيكه ب3 البيضات. كنفضل اختي ندير هذا الفقاص هذا ب4 ديال البيضات، كاس ديال الحليب، كاس ديال السكر سنيده، وكاس ديال الزيت اختي، وكيعطيك كميه. راه عرفتوا واحد الغطار البنات، داك الغطار راه كبير اللي عطاني تبارك الله. خليكم معايا البنات. فاختكم خديجه دائما كتجيكم بشهوات اقتصاديه وفي متناول الجميع، يعني كنشارك معكم الواقع اختي، الواقع كنشاركو معكم، ماشي كنشارك معكم البنات. والله العظيم اختي هذا هو الواقع. خصك اختي تلتزمي لي بهذه ديالك، بالميزانيه ديال بالمصروف ديالك. شديتي المصروف اختي ديال المطبخ، انا اختكم خديجه داك المصروف اللي وريتكم هكا كنضرب على داك الملابس هكا وهذا، لان ما عنديش علاقه بيهم. مول الدار هو اللي مكلف اختي بداك الادخار ديالو، مكلف اختي بداك شراء الملابس، مكلف اختي بالصحه. فاختكم خديجه مكلفه بالمطبخ فقط. ودائما كنقولها لكم البنات، انتم شفتوني كيفاش منظمه، هذاك ديالي، وكيفاش مقسمه المصروف ديال المطبخ، كيفاش كنقسمو اختي، وكنلتزم. مثلا اختي وفرت هذاك حتى كنوفر البنات في التالي ديال الشهر. دابا غادي نجمع اختي داكشي اللي وفرت، وغنزيدو في التوفير ديالي ان شاء الله يا ربي بحول الله. هكا كنمشي البنات، كنمشي بنظام، وكنمشي بالاقتصاد ديالي. وبالنسبه لواحد الاخت اللي قالت لي كتموتي بالجوع اختي الحبيبه، ما عمر الاقتصاد اختي الحبيبه كان الجوع. يعني غادي نمشي نهز انا دوك الفلوس ديالي كاملين اختي الحبيبه، ونمشي نتقداهم ونخسرهم ونشريهم اختي، ونجلس لغد ليه كنشوف بعينيا. فباش تقولي لي انت راكي راني ما كان اختي الحبيبه، لا حول ولا قوه الا بالله. كما كنقولوا الله مع الصابرين، الله مع الصابرين. فانا اختي واخا تقولي اللي قلتي ما كنتسوق لكش، انا كندير اختي داكشي اللي مسلكني، وكنشاركو مع احباباتي، وكنشاركو مع خواتاتي، وكنشاركو مع صحاباتي، وداكشي اللي كينفعني واللي كيسلكني اختي. حيت كنقول لك اختي، كنصح صحاباتي ونصحهم ونقول لهم اقتصدوا ووفروا وجمعوا اختي لوليداتكم، وديروا لوليداتكم، وديروا لديوركم. جمعي اختي لدارك، ووفري لدارك، وديري لدارك داكشي اللي انت ناقصك في الدار ديالك اختي، وفريه وديريه لدارك. وحسبي الله ونعم الوكيل. هادشي اللي غنقول اختي. المهم
قولي اللي بغيتي اختي، راهم جاوبوك البنات. تحيه كبيره للبنات اللي يخطيكم عليا، الله يحفظكم، راهم جاوبوك اختي البنات. والمهم هنا كندير البنات كاس الحليب، وهذيك اللي شفتوه في الكاسرونه راه الزبده البنات، الزبده مذوبه. ديري 2 معالق حتى ل3 المعالق، ندير 2 معالق في الاول، وليت زدت البنات تقريبا 1 معلقه ديال الزبده مذوبه باش كتجي رطبه وكتجي هشيشه. والله البنات ما نكذبش عليكم، هذاك البنات راه غير الحليب دار داك الفراره كندير له هكا كنطلقو، لان داك الكاس الحليب كان عندي في الثلاجه ودار داك الفراره من الفوق. المهم ماشي مشكل. هنايا البنات الدقيق كيبقى راه مغربل البنات، الدقيق غير الفرصه البنات رطب عادي، الفرصه اللي كناخذ معاكم دائما. المهم البنات كندير الدقيق حتى العجينه ما تكونش كتلصق وما تكونش خفيفه بزاف، ما تكونش ثقيله بزاف. والمهم اختي انا كنشارك كما قلت لك الحاجه اللي كتنفعني واللي كنيسر بها اموري وكنقاد بها اموري. البنات الدخول المدرسي غادي تحافظوا على المصروف، غادي تمشيو اموركم بداك الشيء اللي عندكم. ما تشوفيش اختي هادي لبسات ولا هادي دارت ولا هادي فعلات ولا هادي فعلات اختي وتبقاي غادا تابعاها وانتي مصروفك على قد الحال وتخسريه ليا وتجلسي. لا اختي انا كنمشي على قد مصروفي، وإلا مشيتي اختي على قد جهدك وعلى قد المصروف ديالك الله تعالى وتبارك كيعاونك. راه كيقول لك الله تعالى وتبارك سبب عبدي وانا نعينك. قديتي اختي الحبيبه ما تخدمي، خدمي من دارك، خدمي حبيبتي من دارك، وجدي كيكات ودفعيهم المحلابات، وجدي راه شحال من وحده البنات كتخدم من دارها وكتعاون وليداتها وكتشري شنو خصها لدارها. راه اختي الخدمه ماشي عيب، الخدمه البنات ماشي عيب، راه العوين مع النصاره ولا الجلاس خساره. عاوني اختي داك الزوج الا شتيه المصروف ديالو والمدخول ديالو ضعيف، عاوني ماشي عيب اختي. راه كاع خدمنا، والعيب العيب هو انك ديري شي حاجه خايبه. الحمد لله الا خدمتي شي خدمه اللي زوينه ونقيه ومحترمه وكديري ما يرضي الله، راه ماشي عيب اختي، راه ماشي عيب. والله العظيم البنات راه شحال من وحده كدير الكاطو، كدير الحلوه اختي، كدير الحلوه وكتجيب داكشي اللي قسم الله وداكشي اللي وحامده الله وشاكره وكتعاون دارها وكتشري لدارها داكشي اللي خاصها، وخاصها معينات كتشريهم، خاصها فراش كتفرش دارها، خاصها شحال من وحده البنات فرشات دارها غير من الحلوه وشرات دار اخرى. والله العظيم الا شحال من وحده هي البنات تبدلات حياتها وتغيرت حياتها غير من الحلوه، كتصوب غير الحلوه. راه البنات كلشي مثلا الحلوه اختي راه سهل تعلميها، واخا تكوني ما كتعرفيش راه سهل تعلميها. واش غادي نقول لكم البنات؟ المهم الا شفتوا شي حاجه غير قبلوا على هاد الجخميطه اللي مجخمطه يدي اختي بالفرص، راكم عارفين الفرصه رطب لصق لي في يدي. فاختكم اختي يدي الفلاح نقيه. المهم البنات يدي الفلاح نقيه اختي. كنصاوب بيدي، ولكن البنات راه كنعطيكم الحوايج اللي انا كينفعوني والله العظيم البنات. والتزمي الى اختي كما قلت لك وسيري تقطعي لي الخضيره، فراه الفلفله البنات كتكون رخيصه، الفلفله كتكون رخيصه اختي، خديها كتكون في الارض غير هي سيري للسوق الاسبوعي. ومثلا اختي الدقيق باش يطيح عليك اقتصادي ويطيح عليك رخيص، راه الزرع ديال فرينه والله العظيم البنات انا قالتها لي الوالده، قالت لي كيدير غير 2 دراهم 3 غير 2 دراهم، قالت لي الزرع ديال فرينه. والله انا ما كنت عارفاها البنات. خذوا البنات فرينه راها رخيصه وغسليها اختي وطحنيه ويطيح عليك اقتصادي ب2 دراهم اختي الكيلو. الزرع ماشي مخير، غزال تبارك الله ما شاء الله. انا ملي قالتها لي الوالده صدمتني اختي، غادي نمشي عند الوالده حتى انا البنات ونمشي عند ميمتي ونشري اختي، نزيد نشري من عندها. واخا عطاتني هي الصراحه الله راه ما شريتش البنات الشهر اللي فات انا الطحين، وما غنشريش حتى هذا الشهر ان شاء الله بحول الله يا ربي. غادي نرجع نمشي عند ميمتي ان شاء الله يا ربي ونزيد نجيب الطحين وداك، وباقي لي الطحينه البنات اللي عطاتني باقي لي تبارك الله ما شاء الله. الا خصني نمشي عند الوالده نجيب وإلا ما هذا نشري البنات فرينه تما كاينه الزرع ونجيبو اختي نطحنو. فهمتوا البنات ما تكونش قاصحه، هذا الفقاس ما يكونش قاصح وما يكونش خفيف، ما يبقاش كيلتصق في اليدين. صافي جمعيها اختي، صافي اختي الحبيبه جمعيها وقسميها ليا 3 ديال الكرات، راه الكل كيعرف اختي هاد الطريقه هذه. بحال اللي كنديروا داك الحلوه ديال الطبقات البنات، داك الحلوه ديال الطبقات اختي ديال الزمان، راه الحاجه اختي ديال شحال هذه والله العظيم البنات الا فيها البركه
وشحال هذه كلشي كان زوين وكلشي كان حلو وكلشي كان والله العظيم البنات. فاختي منين يتشهاو وليداتك شي حاجه اختي وجديها في الدار وصوبيها ليهم في الدار حسن اختي ما تمشي. راه والله العظيم البنات الا بعد شي مرات راه كيكون داكشي بيريمي وكيصدقوا وليداتنا واكلينه مساكن. وعلموا وليداتكم اختي يجيبوا لكم الحاجه للدار حتى تشوفيها اختي عاد تعطيها ليه ياكلها، لان الوليد لا كان باقي صغير ما غيعرفش اختي شنو يشوف، غير ياخذ اختي داك بيمه ولا داك المادلين ولا داك الشيء اختي ويحلها وياكلها، وكتكون الحاجه بيريمي اختي وكتكون الحاجه غامله وكتكون الحاجه والله العظيم البنات. شوفوا مزيان وراقبوا وليداتكم وتبعوا وليداتكم اختي وصوبوا الحاجه في الدار لوليداتكم، صوبوا الحاجه في داركم اختي لوليداتك. دائما اختي وجدي الحاجه في دارك. علاش اختي ما نوجدش هذه اقتصاديه وسهله وفاش يبغيو وليداتي يتشهاو اختي هذا بحال هذا البسكوي هذا ولا ونحط ليهم اختي مع كويس ديال الحليب ولا اختي او نعطي له هذا البسكوي بالعشيه ولا مع كويس الحليب حسن اختي ما يمشي يشري لي داك البسكوي ديال الزنقه ما كتعرفيه امتى مصعوب امتى موجد اختي. بغيتي تزيدي فيه شويه الزبيب اختي في الوسط زيدي فيه الزبيب زيدي فيه الشوكولات زيدي ديري كما بغيتي اختي. المهم انا درتو عادي اختي كيبقى اقتصادي وساهل وفي متناول الجميع اختي الحبيبه. اش غادي نقول لكم البنات هذا هو جهدي عليكم اختي. ما تخليونيش اختي من داك اللايكات ديالكم ومن داك الكومونتيرات ديالكم الزوينين، الله يحفظكم ليا والله يسهل عليكم. وشكرا للناس اللي كيدافعوا عليا والناس اللي كيحبوني حتى انا كنحبكم في الله اختي. الناس اللي كيحبوني والله العظيم حتى انا اختي كنحبكم في الله، وتحيه كبيره ليكم وشكرا لكم من القلب. وخا نعيا اختي ما نشكركم ونشكر ما نوفيش حقكم، راكم عزازين راكم في القلب قسما بالله البنات. شوفوا البنات راه ما كنديو حتى شي حاجه اختي من هذا اليوتيوب والله العظيم ما كنديو غير خواتاتنا وكنفيدوكم بداك الشيء اللي قدينا عليه وداك الشيء اللي حنا كنعرفوه اختي واللي كنستافدوا من اللي حنا كنفيدوا راسنا به. كنبغي نفيدكم حتى نتوما بها اختي. صافي هنا منين توري ليهم اختي تق بيهم بواحد باش ما يتنفخوش ويطرطخوا اختي باش ما يطرطخلكش الفقاس ديالك. المهم هنايا البنات راه طاب اختي. انا هنايا راه مشات ليا داك اللقطه دهنتهم البنات غير بالكونفيتير او المربى اختي. المربى اللي درت ديال البنات راه درت واحد المربى اختي اللي خطير ودابا نشاركو معكم البنات. مربى اختي ديال البطيخ اختي خطير البنات كيجي واعر. الا بغيتي هكا تصوبي به الكاطو اختي الا بغيتي تفيني به الكاطو الا بغيتي يتكلى البنات كتنسميه بالحامض. اش غادي نقول لكم البنات واحد المربى اولا كونفيتير اختي اللي جا كيحمق. دابا نشاركو معكم فاختكم خديجه كتجرب الحاجه ومني كتصدق ليها عاد اختي كنشاركها معكم. راه كنشارك معكم غير الحاجه اللي كتصدق ليا وكتنفعني. شوف اختي على هذا الفقاص ماشي غزال كيحمق اختي تعطيه لوليداتك توجدي اختي حطيه لضيافك بوجهك حمر شي حاجه مصوبه اختي في الدار ديالك. كيجي لا في الشكل ولا في المذاق ديال الكاكاو مع الكونفيتير البنات وداك الكوك كيعطي واحد النكهه خطيره. ما نكذبش عليكم البنات جا غزال كيحمق وراه ديجا مشاركه معكم البنات. انا غير كنعاود اختي الناس الجداد اللي عاد دخلوا عندي مرحبا بكم و100,000 الف مرحبا اختي. لا يخطيكم عليا والله اختكم خديجه لا كتعطيكم داك الشيء من قلبي البنات. انا الحاجه الا صوبتها البنات راه كنصوبها لكم من القلب. البنات في الاولى راني ما زربتش ليكم راه اختي باش تشوفوا راه ما كيتكسر ما كيتهرس كنقطع بشويه قدامكم عادي. دابا عاد اللي زربت لكم اختي الفيديو باش ما يجيكمش الفيديو اختي طويل بزاف ويجيكم الملل الكبيدات باش تكملوا لي الفيديو من الاول حتى الاخر والله يسهل عليكم. انا كنطلبكم اختي وكنرغبكم الله يحفظكم والله يعطيكم ما كتمناو. كملوا اختي الفيديو من الاول حتى الاخر باش تستافدوا اختي معايا وحتى انا اختي الفيديو ديالي علاش لا يزيد يطلع البنات ويبان الناس اخرين ونستافدوا جميع البنات. كيف ما قلت لك اختي الحبيبه ركزي لي على الضروري وعلى الاساسي. ما تمشيش اختي كاينه اللي غير كيبدا الدخول المدرسه البنات كتمشي اول حاجه البنات كتفكر فيها هي الملابس. اختي الحبيبه ما تنميش في وليداتك داك الاخر. نمي في وليداتك انهم خصهم الكتوبه هما الولا خصك الضروريات والاساسيات هما الولا. واش فهمتينا اختي الحبيبه؟ كاملين كنبغيو نشريو وليداتنا وكنبغيو نشوفوا وليداتنا في احسن حله في بدايه الدخول المدرسي ونشوفوا وليداتنا لابسين حويجات جداد ونشوفوا. ولكن اختي الاولويات هما الولا. حيد اختي الاولويات هما الولا.
عاد اختي كيبقاو الملابس. والملابس اختي الا كنتي شاده الميزانيه ديال العامه ديري تحديات اختي. حتى لو انك شاده الميزانيه ديال المطبخ اختي، حتى انا كنشري من الميزانيه ديال المطبخ، كنوفر اختي الحبيبه وكنشري من الميزانيه ديال المطبخ وكنحاول. فهكا اختي راكي كتعاوني مول الدار ديالك، يعني كتعاوني مول الدار ديالك لوليداتك، الا شريتي كتشري لوليداتك. فكاين اللي ما كاينين اختي وبزاف وعديد اللي كتقول لك صافي هو اللي مكلف بالملابس وبالصحه وبهذا ما كيهمنيش يدير اللي بغا. لا اختي الحبيبه، هكا راكي كتعاوني على دارك وكتحافظي على دارك وكتجمعي لدارك. واختي الحبيبه هذا جهدي عليك. المهم اختي الحلوه ديالنا راه جات فنه البنات. هذا راه غطار كبير والحبه البنات راه كبارين تبارك الله ما شاء الله. هذه هي الحلوه اختي ديالي. نقصي له اختي البوطه كيطيب طيبه وحده ما كتعاوديه ما والو. شوف اختي كيجي محمر من تحت كيجي طايب على خاطرو، غير نقصي البوطه باش يطيب بالمهل ويطيب لك كامل. وتحياتي لكم الى فيديو قادم.